عبد الرحمن بن محمد الجني على فوزي الفايز وانتزاعي دراجتي هذا الشوط. ثانينا والناموس لكل فائز. عبد الكريم انطلق الشوط الثاني الخاص بسن المبتدئات المسافة 1200 لهذا السن، ونعتذر عن قطع كاميرا التصوير هنا مع انطلاقة سن التحدي والإثارة. من تتقدم في هذه اللحظات آسيا مع عايد بن حماد الجهني، بينما ثاني المراكز وثاني التحديات هنا مع شيماء وسالم بن عوض الجهني، بينما ثالثي المراكز وصلت ضبا مع عبد الرحمن بن محمد الجهني، ووصلت المرشح الاقوى هنا الديبه مع الشيخ ناهر بن صبيان الجهني من تنطلق في ثالثي المراكز. ولكن نعود الى مقدمه هذه الشوط، نعود الى آسيا هنا مع عايد بن حماد الجهني من ينطلق في هذه اللحظات، بينما ثاني المراكز هنالك شيماء مع سالم بن عوض الجهني، ولكن ثالث المراكز الديبة مع ناهر بن صبيان الجهني. ولكن آسيا هنا مع انطلاقة آسيا مع عايد بن حماد الجهني من ينطلق بشعاره بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، انطلقت بشعارها معلنة الفوز والناموس. تهانينا إذن والناموس لعايد بن حماد الجهني على فوز آسيا وانتزاعها الناموس الغالي من 1200 متر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هنا انطلقت آسيا معلنة الفوز والناموس بدون منافس على الإطلاق. هنا ثاني المراكز يبدو لي شيماء مع سالم بن عوض الجهني، ولكن آسيا 100 متر الأخيرة مع آسيا مع عايد بن حماد الجهني. ثاني والناموس عايد بن حماد الجهني. ثاني المراكز هنالك شيماء وسالم بن عوض الجهني. ثالثا الذيبة ناهر بن صبيان الجهني. ثاني والناموس لكل فائز. ثاني والناموس لعايد بن حماد الجهني على فوز آسيا وانتزاعها دراجتي هذا الشوط.